انا جيت. بيبدأ الفيلم وبنشوف واحد اسمه جراف بيتكلم عن ممثله المفضل أريان وإن يمكن يعمل أي حاجة علشانه وبيجلده دايما. وفي المدرسة كانت العيال بيتريقوا عليه وبيضربوه، وفي الشارع لما كان بيجلده كان بيخبط في الناس وبيضربوه برضه. وفي البيت بنشوف أوضته وبنلاقي إنها كلها صور لأريان، وأكتر حاجة كانت بتشجع جراف على اللي بيعمله هي جملة أريان الشهيرة، وهو بيقول إن كل اللي هو فيه بسبب معجبينه وإن من غيرهم هو ولا حاجة. وبتمر الأيام وجراف بيكبر وبيكون عنده محل اتصالات، وكالعادة صور أريان كانت في كل مكان، وجراف بيكون عايز يقفل بسرعة لأن عنده عرض وبيخلي الناس تمشي. لكن بتيجي واحدة اسمها نيها وكان معجب بيها وبتقول إنها عايزة تبعت جواب مهم وبيسمح لها. وبعد كده بتدخل مجموع الشباب ولكن بيقول لهم إنه خلاص هيقفل عشان عنده عرض مهم، ولكن بيسخروا منه وبيضربوه قدام المحل. ولما بتيجي نيها تطمن عليه بيقول لها إن كل ده بسببك، بس بتتجاهله وبتمشي. وبالليل بيروح العرض وبنعرف إنها مسابقة وهو اللي هيقدم العرض ده، وأكيد هيجلد أريان. والمذيع بيقدمه كان مسمى نفسه أريان الصغير، وبيطلع على المسرح ويبدأ العرض. وجراف كان بيجلد أريان بالظبط في كل المشاهد سواء كانت أكشن أو رومانسي، والناس كلها كانت بتحبه وبتشجعه. وفي آخر العرض جراف وقف كده بثقة وقال إن كل اللي أنا فيه ده بسببكم انتم، ومن غيركم أنا ولا حاجة. وبعد شوية بيعلنوا النتائج وجراف هو اللي بيكسب المسابقة وبياخد الكأس، وبيقول له إنه هيقدم الجايزة دي لأريان. وبعد كده بيرجع البيت وبيقول إنه هيسافر عشان يقابل أريان في عيد ميلاده اللي بعد يومين وهيديله الجايزة اللي هو خدها من المسابقة. وقال إنه مش هيستنى لحد ما يحجز تذكرة من القطر، وده عشان أريان لما كان صغير كان بيسافر من غير تذكرة. وتاني يوم بيجهز شنطته وبياخد علبة حلويات من أمه عشان يديها له هدية منها، وبيخرج من البيت وبيقابل نيها وبتقول له أنت اتطردت من البيت ولا إيه؟ وبيقول لها إنه رايح يقابل أريان وواحدة زيك مش هتفهم ده معناه إيه. بعد كده بيركب القطر وبيستخبى في الحمام لحد ما اللي بيجمع التذاكر بيخلص، وبيطلع وبيقعد في مكان عشوائي وبيقول للعامل إنه عايز وجبة للعشاء. والراجل اللي كان جنبه راح قال لي بتاع التذاكر، وجراف شافوه وحاول يهرب بس مسكوه وقال لهم يسيبوه يسافر من غير تذكرة زي أريان حتى لو هياخدوا فلوسها منه، بس مش عايز تذكرة. وطبعا افتكروه عبيط وكانوا عايزين ينزلوه، لكن كان عبيط فعلا وقال انه هيرمي نفسه من القطر. وبدأوا يتحايلوا عليه عشان يدخل ويسيبوه يسافر من غير تذكرة، وقال لهم انه مش هيدخل غير لما يجيبوا له وجبة لانه هيموت من الجوع. وبيدخل والناس كانت هتتجنن وبيسألوه أريان ده يبقى قريبك ولا تعرف أصلا، لكن قال لهم انه معجب. وبيوصل العاصمة وبيروح الفندق اللي أريان كان قاعد فيه لما سافر وهو صغير، واختار نفس الأوضة وبدأ يتصور في كل مكان حتى مع رقم الأوضة ومع السرير. وبالليل جاب تورتة واستنى الساعة تيجي 12 واحتفل بعيد ميلاد أريان. تاني يوم بيروح قدام الفيلا بتاعته عشان يقابله، ولكن بيكون هناك زحمة كبيرة ومعجبين كتير وجراف مش بيكون قادر يتحرك. وبيروح عند حارس البوابة وبيتصور معاه وبيقول له شايف كل اللي واقفين هناك دول منافقين وبيقولوا كلام وحش على أفلامه. وبعدين بيجي عشان يتصوروا معاه لكن أنا مش واحد منهم، أنا معجب حقيقي. وقال إنه هيدخل بسرعة يقابل أريان ويخرج، لكن الحارس بيرفض وبيقول له امشي من هنا وبيرميه على الأرض. وفي الوقت ده أريان بيخرج عشان يحيي الجمهور، وكانت دي المرة الأولى اللي جراب بيشوفه فيها، وبيقعد ينادي عليه وبيقول له إنه كسب المسابقة عشانه وإن أمه بعتله هدية ولازم ياخدها، ولكن لا حياة لمن تنادي. وده لأن أريان مش بيكون سامع حاجة ولا شايف حد من الجمهور أصلا، وكل اللي عمله إنه شاور لهم ودخل تاني. وجراف بيقعد وسط الزحمة والعلبة اللي معاه بتتبهدل وبيكون مصدوم إنه مقدرش يقابل أريان. وآخر النهار أبوه وأمه بيتصلوا عليه وبيقول لهم إنه لسه ما قابلوش وإن الموضوع مش بالسهولة دي. وبيروح يقعد على القهوة وبيشوف في الأخبار إن في مشكلة بين أريان وممثل تاني اسمه كابور، والموضوع ممكن يوصل للمحكمة وأريان هيكون في مشكلة. وجراف بيقعد لوحده وبيفكر هيعمل إيه، وبيقول في نفسه إن مفيش حد يقدر يلمس شعره من أريان وهو عايش. وتاني يوم كابور كان عنده تصوير لفيلمه الجديد، وبعد ما بيخلص بنلاقي جراف وسط الصحفيين وبيقول له أنا بحبك أوي يا فنان وحافظ كل أفلامك وبعرف أجلدك كويس. وكابور حبه وقال له ما تورينا حاجة. وجراف بدأ يمثل حلو قدامه، وبعد ما خلص اتحايل عليه عشان يمثل مشهد تاني، وكابور قال له تعالى معايا. وبيروحوا غرفة الاستراحة وفجأة جراف بيهجم عليه وبيكتفه ويقول له لو طلعت صوت أشرح لك وشك ومش هتعرف تمثل تاني. وبعدها اداله ورقة يقول اللي فيها وبدأ يصوره. وكابور قال إنه آسف جدا وإنه كان غلطان وبيتمنى إن أريان يسامحه. وبعدها على طول الفيديو انتشر على النت والأخبار وفي كل الجرايد، وأريان كان في بيته ومش عارف ايه اللي بيحصل، وجراف كان في الفندق وبيشوف كل الأخبار وفرحان إن مشكلة أريان اتحلت. وبيبعت له حاجة بمناسبة عيد ميلاده، وسكرتيرة أريان بتيجي تصحيه وبتقول له إن في حاجة مهمة جدا اتبعتت ولازم يشوفها، وبتوري له فيديو الجراف وهو عمال يضرب في كابور وبيهدده عشان يخليه يقول الكلام بالعافية.
وكان باعت له رسالة وبيقول له إن دي هدية بسيطة ومجرد معجب وإن حلم حياته يقابلوه. وبعد كده بيتصل بيه وأريان بيسأله أنت مين؟ وقال له أنا معجب كبير واسمي جراف، وبيقول له أنا عملت كل حاجة علشانك، حتى أنا ساكن في نفس الفندق والأوضة اللي كنت فيها قبل كده. وأريان قال له طب أنا هبعت لك عربية من عندي عشان توصلك ونتقابل. وجراف ما كانش مصدق نفسه واتصل على أبوه وأمه بسرعة وقال لهم إن أريان رد عليه وهيروح يقابله كمان شوية. والباب بيخبط وبيقفل معاهم وبيقول لهم إن العربية وصلت، بس أول ما بيفتح الباب بيلاقي اتنين من الشرطة دخلوا وعايزين يقبضوا عليه، ودخلوا الأوضة وكانوا عايزين يمسكوه بالعافية، بس بيقدر يتخلص منهم وبيهرب من الباب التاني. وبيلاقي باقي الشرطة في وشه وما كانش قدامه حل غير إنه ينط من الشباك، وبدأ ينزل من على المواسير وبينط على الشبابيك لحد ما بينزل الشارع وبيطلع يجري، بس بيقدروا يلحقوه ويقبضوا عليه وبياخدوه للقسم وبينزلوا فيه ضرب لحد ما بيكون مش قادر يتحرك. وريان بيجي القسم بالليل عشان يشوفه وبيدخل يقابله لوحده، وجراف أول ما بيشوفه بيفرح وبيقول أنا تعبت كتير عشان أوصل لك، ودايما كنت بجلدك في المسابقات والناس مسمياني أريان الصغير. وأريان قعد جنبه وقال له أنا مقدر كل ده، بس اللي أنت عملته ده جريمة. وجراف قال له أنا عملت كل ده عشان بحبك، بس أريان كان متضايق وقال له إن ده غباء، وقال له ما فكرتش في شكلك هيكون عامل إزاي قدام أهلك لما يعرفوه. وجراف قال له إن ده سرهم هما الاتنين ومحدش عارف إيه اللي خلى الشرطة تعرف. وأريان قال له مفيش حاجة اسمها سرنا، أنت اللي عملت كل حاجة وهتتحاسب عليها، وكمان أنا اللي بلغت عنك عشان ما تعملش كده تاني. بس جراف قال له أنا معجب حقيقي وممكن يوصل بيا الحل القتل علشانك، لكنه قال له أنت كده مش من معجبيني. وجراف اتصدم من كلامه وقال له أنا خاطرت بحياتي علشانك وما كنتش عايز حاجة غير إن آخد من وقتك 5 دقايق. وريان قال له إن ده وقتي وأنا مش مستعد حتى أديلك 5 ثواني من حياتي. وجراف بدأ يعيط ووقف يمثل وقال إن كل اللي وصلت له ده بسبب الجمهور وإن من غيركم ولا حاجة. وجرب منه وقال إنه جراف هو اللي عمل أريان، وبعد كده بيسيبه وبيمشي. وجراف قعد يعيط في الحبس وكان منهار جدا. وبعد كام يوم بيبان عليه إنه بقى هادي ومش بيفكر في اللي حصل، وبيرجع بيته مرة تانية وبيكدب على أبوه وأمه وبيقول له إنه معرفش يقابل أريان، وقال لهم ما تقلقوش هو الخسران مش أنا. بعد كده بدأ يفكر هيعمل إيه وراح باع المحل بتاعه وقال إنه هيستثمر بالفلوس دي، وبيرجع أوضته وبيشيل كل صور أريان وأي حاجة تخصه وطلع على سطح البيت وحرجهم، وقال في نفسه إن الانتقام بدأ ومن النهاردة النجم هو اللي هيجري ورا المعجب. ووقت ما اسم أريان يتنطق اسم جراف هيكون معاه دايما. بعد فترة في مدينة لندن بيكون في احتفال في متحف الشامع وبمناسبة إنهم ضافوا تمثال جديد للممثل العالمي أريان، والجراف بيكون استخدم فلوس المحل وسافر للندن وراح لمكان الحفلة وكان لابس نضارة ومغطى راسه، وبيظهر إنه عريان وبنت صغيرة بتشوفه وبتنادي عليه والناس كلها بتتلم عليه وبيتصوروا معاه، وبدأ يحييهم. وبعد كده راح وقف جنب التمثال بتاعه وبدأ يسخر منه وبيقول إيه الريحة الوحشة دي وكمان مناخيره كبيرة، وبدأ يعلي في صوته وبيقولوا إن عريان مزيف وسلوكه في المكان بقى مش مناسب. والأمن اتدخل وطلبوا منه يمشي بس مش بيرضى وبيمسك فيهم، وبعدين بيطلع مسدس وبياخد واحدة من الجمهور وبيعمل حالة فوضى في المكان والناس كلها بتهرب. وبعد كده بيطلع من باب الطوارئ وبيقلب الجاكيت بتاعه وبيشيل الطاقية وشكله بيتغير خالص وبيخرج وسط الناس. وفي الوقت ده كان أريان الحقيقي في المسرح وبيلاقي البوليس جاي يقبض عليه وقال له على اللي حصل، وقال إنه ما راحش المتحف أصلا، بس طبعا كان في واحد بيقوم بدوره في المتحف وبيثبت عليها التهمة وبياخدوا للاسم وبيفرجوا على اللي عمله من كاميرات المراقبة وبيكون مش عارف ايه اللي بيحصل. وفي نفس الوقت اللي كان محبوس فيه في الزنزانة كان جراف خد أقرب توصيلة لبلد تاني عشان يكمل مهمته، وجراف بيوصل كرواتيا عشان أريان كان عنده عرض هناك وبيتنكر في هيئة واحد من فريق العمل. وأريان بيقدر يخرج من الاسم بكفالة وبيطلع على الطيارة على طول عشان ما يتأخرش على العرض. وفي الوقت ده جراف بيتصل بيه وبيقول له المسرح جاهز عشان تعترف إن اللي عملته معايا كان غلط وتتأسف لي وتقول إنك مش هتكسر قلب أي معجب تاني. وأريان قال له أنا نجم ومش هنزل لمستوى واحد زيك ومش هتأسف لحد واللي عندك اعملوه، وبيقفل السكة في وشه. وجراف بدأ يستعد للمهمة الجاية وقدر إنه يدخل المسرح، وأريان بيكون وصل لمكان العرض وممول الحفلة بيقول له لازم تعوض اللي حصل في المتحف وعشان الفلوس اللي بدفعها ما تروحش على الفاضي. وبيبدأ العرض وأريان بيطلع على المسرح وكانت الحفلة مليانة كاميرات مراقبة وأفراد أمن عشان يقدر يمسكوا جراف ولكن من غير أي فايدة. وبيدخل أريان يقرا باقي النص اللي هيقوله في العرض وبيلاقي في آخر الورقة مكتوب فيها اعتذر وبيتجاهلها وبيكمل العرض. والجراف بيتحرك وبيوصل لغرفة تغيير الملابس بتاعة أريان وبيعرف إنه هناك لما بيكتشفوا إن دي الأوضة الوحيدة اللي مفيهاش كاميرات، وأريان بيجري بسرعة على هناك بس لما بيوصل بيكون جراف مشي وبيسيب له رسالة على
المراية وبيقول له جراف هو اللي بيصنع أريان. وبعد كده اتصل بيه وقال له إيه إحساسك لما تكون بتجري ورا واحد ومش قادر توصل له؟ وقال له أنا عارف الإحساس ده كويس، وبيقفل السكة. بعد كده واحد من الاتنين بيروح يقابل الناس المهمة، وواحدة بتقول إن بنتها بتتدرب على الرقص بقالها شهرين عشان ترقص معاها النهاردة. وفي الوقت ده أريان عينها بتلمع وبنعرف إنه جراف، وبيبدأ يرقص مع البنت، بس هو ما بيكونش بيرقص وإنه في الحقيقة كان بيتحرش بيها. وسكرتيرة أريان اتصلت بيه وقالت له إن جراف موجود في القاعة الرئيسية، وعلى ما وصل جراف اختفى والتهمة لبست فيه. وممول الحفلة جاله وقال له أنت إزاي تعمل حاجة زي كده ببنتي، وبيطرد من المكان. ولأن هو خارج بيلاقي لفتة مكتوب عليها مش هتعتذر برضه، وعرف إنه جراف هو اللي ماسكها. وبينزل من العربية بسرعة وبيطارده وبيفضل يجري وراه في الشارع، والناس كانت بتصوره. ووصلوا لمكان عام وأريان ركب موتوسيكل ودمروا المكان. بعد كده طلعوا فوق بيوت الناس وجروا عليها لحد ما وصلوا لمكان مقفول فوق البرج. ولما أريان كان على وشك إن يمسكوه، جراف نط من فوق البرج ووقع في البحر. بعد فترة أريان بيرجع لندن للمسرح بتاعه عشان يقدم العرض، لكن السكرتيرة بتجيله وبتقول له مفيش داعي لأن مفيش ولا واحد جه المسرح، والناس كلها متأثرة باللي أنت عملته وسمعتك اللي بقت في الأرض. وأريان راح يشوف المسرح وفعلا مش بيكون فيه ولا واحد. وفي الوقت ده جراف بيتصل بيه بس مش بيرد عليه، وده اللي بيخلي جراف يتضايق منه. وبعد كده الأخبار كلها بتمسك في سيرة أريان واللي بيعملوه، والناس كانت بتقطع صوره له في الشوارع. وأريان قرر يتصل بالسفارة وقال لهم إن اللي بيعمل كده شخص تاني اسمه جراف وبينتحل هويتي كل مرة، بس بيقولوا له إنهم في بلد أجنبية وملهمش سلطة يقبض على حد. عشان كده أريان بيقرر يرجع الهند، لكن قبلها قال للسكرتيرة تحضر آخر مؤتمر صحفي. وفي المؤتمر بيخلي الصحفيين يشوفوا الفيديوهات اللي كانت في كاميرات المراقبة عشان يعرفوا إن أريان بريء. وبعدها بيدخل يقول لهم أنا عارف إنكم متضايقين بس صدقوني. وواحدة منهم بتسألوه هو أنت المزيف ولا الحقيقي؟ والباقيين بيضحكوا. وأريان قال لها أنت كده دمك خفيف يعني، هل هتضحكي كده لما واحد يجي ويتحرش بيكي؟ وقال لهم أنا مش جاي أثبت براءتي، أنا بس عايز أقول لكم تاخدوا بالكم عشان الشخص ده ممكن يأذي أي حد فيكم. وأريان بيرجع الهند وبيروح على الفيلا بتاعته على طول وبيدخل من الباب اللي ورا عشان الصحفيين، وحارس البوابة بيتردد يدخله وبيتصل بمراته وبيخليها تشوفه على الكاميرات وتتكلم معاه وبتخليه يدخل، بس ما كانتش تعرف إن اللي دخل ده يبقى جراف. وبيقابلها وبيقول لها ما تصحيش العيال وتعالي نتكلم شوية. ومرات أريان بتحس إنه متجوزها وبتجري بسرعة على الدولاب وبتطلع المسدس، ولما بترجع بتلاقي معاه حد من الأولاد وبيقول لها استهدي بالله كده وهات البتاع ده اللي في إيدك عشان سلامة الأولاد. وبيقول لها تاخدوا المكان أريان المفضل اللي دايما بيتكلم عنه. ولما بيدخل بيقعد يكسر في المكان وبيرمي الجوايز على الأرض، وقال لها إنه بس كان عايز 5 دقايق وهو اللي حطم لي قلبي ودلوقتي بيتجهنوا ومش بيرد عليا. وبعد كده ريان الحقيقي بيوصل البيت وبيدخل من باب الخلف برضه، وبيدخل البيت ومراته بتكون منهارة وبتقوله إنها خلت الأولاد يمشوا من البيت عشان كانت خايفة عليهم. وريان بيهديها وبيقول لها أنا هعرفه إزاي يدخل بيتي ويخوف عيالي، ومن النهاردة هيشوف مني الوش التاني. وتاني يوم جراف كان بيتفرج على الأخبار وأمه بتتصل عليه، بس لما بيرد بيلاقي إنه ريان هو اللي بيكلمه وبيقول له انت مش دخلت بيتي، انا كمان دخلت بيتك وعايزك تيجي عشان نصفي الحساب راجل لراجل. وجراف قال له ان الحساب مش هيتقفل غير لما تطلع على المسرح المسابقه اللي جايه وتعتذر لي قدام الناس كلها، وبيقفل السكه. وابو جراف قال لاريان ان كل ده بسببك عشان ما رضيتش تديله 5 دقايق من وقتك واتكبرت عليها. بس امه قالت انها عارفه ان اللي عمله ابنها ده غلط وبتطلب من اريان يساعده حتى لو هيخلي الشرطه تقبض عليها. وقالت له انه كان بيحب واحده اسمها نيها وانها ممكن تساعده. وبعد كده أريان بيروح معهم لمكان المسابقة ونيها بتقابله وبيحكي لها على كل اللي حصل وطلب منها تساعده عشان جراف يظهر. ووقت العرض بيجي المذيع وبيقدم جراف، لكن أريان هو اللي بينتحل شخصيته المرة دي وبيطلع على المسرح. وجراف كان بيراقبه من بعيد وبدأ العرض وقال إن كل سنة كان بيجلد أريان، بس النهاردة العرض هيكون علشان نيها وبيخليها تطلع على المسرح وبيقولها إن في حاجة عايز يقولها لها من زمان وهي إنه بيحبها. وجراف ما كانش قادر يتمالك نفسه لأن الموضوع ده مهم بالنسبة له. ونيها قالت له انت مش بتحب حد غير اريان، وقال لها ده كان زمان قبل ما دمر حياته وانتحل شخصيته وخليها سمعته في الارض، والناس كلها بدأت تسخر منه. ونيها قالت له انت كده مجرم وانا مش عايزاك. وجراف كان خلاص مش قادر يستحمل اكتر من كده وهو شايف كل اللي قدامه بيهنوه، وبيطلع المسدس اللي معاه وضرب عليهم بس مفيش حد اتصاب والناس كلها هربت. وأريان عرف مكانه وبدأ يطارده وطلع يجري على الطريق وسط العربيات، وأريان مسك وكسر الجزاز على دماغه، لكن جراف بيزق على الأرض وبيكمل هروب. وأريان جرى وراه لحد ما وصل مبنى خشب وبدأوا يتخانقوا عليه.
وده يضرب ده شوية والتاني يضرب شوية لحد ما بيلاقي نفسهم على سطح عالي، وريان زنقه ونزل فيه ضرب وخد منه المسدس، وبعد كده قال له كفاية لحد هنا، أنا كنت سعيد في حياتي وأنت لازم ترجع لحياتك مرة تانية عشان أبوك وأمك والبنت اللي بتحبها وتعمل بس زي الناس وتعيش حياتك وتسيبني أنا كمان أعيش حياتي. والجراف قال له أنت دمرت حياتي ودلوقتي عايزني اسيبك تعيش، انت خدت مني ابويا وامي وضيعت علاقتي بالبنت اللي كنت بحبها، وكمان الناس بقت بتسخر مني، بس انا هعمل زي ما انت بتقول وهسيبك تعيش حياتك، بس لما اسمك يتنطق بعد كده لازم اسم جراف يتنطق معاه. وفجأة نط من فوق البيت وريان جرى عليه بسرعة وقدر انه يمسك ايده وقال له فكر في اهلك والناس اللي بتحبك، ولكن لا حياة لمن تنادي. وجراف قال له انت مش فاهم حاجة وساب ايده ووجع من فوق ومات. وبعد فترة بيجي يوم عيد ميلاد أريان والأخبار كلها كانت بتتكلم عنه وعن جراف اللي ربط اسمه بيه للأبد، وجمهوره كله بيرجع زي الأول وبيطلع عشان يحييهم قدام بيته، وأريان كان بيشاور لهم. وفجأة تخيل جراف واقف وسط الجمهور وبيبتسم. وبكده بيكون خلص فيلمنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ويلا سلام.